بيكم. النهارده أنا هتكلم عن حاجة مهمة، ظاهرة موجودة في بلدنا الوطن اللي بيلمنا كلنا، وهو الارتقاء بالذات. النهارده في حديث المصريين هنتكلم عن الارتقاء بالذات. الارتقاء بالذات الناس فاهمها غلط. الارتقاء بالذات مش ان انا مش فاهم ومش مدرك ومش دارس في الحاجة دي واقول انا بعمل في الحاجة دي. يعني ما ينفعش اقول لك هات تليفونك اما اسامة يصلحه لك، لا، اسامة مش فاهم في دي. لكن ممكن اسامة يبقى صاحب محل موبايلات. في فرق ما بين دي وما بين دي. الارتقاء بالذات الناس في مصر فاهمها بطريقة غلط. ممكن ما يبقاش معاه شهادة ويقول لك انا عضو منظمة حقوق انسان الفلانية. انا مش بعترض على ذلك، لكن معترض مش على ان هو معهوش شهادات، لا، ما هوش مثقف في الجزئية دي. يعني النهارده وانا جاي النهارده الاستوديو هنا او المكتب، يعني فوجئت بحد من الزملاء بيكلمني قال لي انا جات لي سين من الناس، انا بمثل عضو منظمة الحقوق وقال اسم. فقلت له ما اعرفهاش شخصيا، انا فعلا ما اعرفهاش. فقلت له، قال لي انا قلت لها كلمتين اتنين، يا ريت ما تقوليش الكلام دوت. قولي في مشكله وانا عايزه منك خدمه وانا هقوم بالخدمه، لكن تقولي لي حقوق انسان وانا لو سالتك في حقوق الانسان هلاقيكي ابيض يا ورد زي طبق الصيني بعد غسيله. لانه كتير منهم معاهم كارنيهات لكن مش دارسين. الارتقاء بالذات اللي انا بتكلم عليه، انا ليا ناس اصحابي كتير جدا في وزاره الداخليه وغير وزاره الداخليه، من المحامين، من الاطباء، ما بيعتمدش على شغله فقط. يعني ممكن يبقى محامي مثلا في بنك ويذاكر وياخد دكتوراه في قانون معين. انا اعرف حد زميل واخ وصديق كان ضابط وذاكر وخد دكتوراه في قانون معين، في القانون العام، في القانون الجنائي. فده ارتقاء بالذات الطبيعي، ان انا اكون مثلا كاتب واعلامي، فان انا انمي نفسي في شغلي، اتوصل ان انا يبقى عندي مونتاج كويس، يبقى عندي تصوير كويس، يبقى عندي معلومات. فدي ظاهرة وحشة قوي. فوجئت ان شعب مصر وشباب مصر بالاخص فهموا كلام معالي الرئيس غلط في حتة ان مهم التكنولوجيا في الوقت الجاي. محتاجين كليات التكنولوجيا عشان الذكاء الاصطناعي علشان النهارده شركة ايلون ماسك او غيره عملت روبوت على شكل انسان. ويمكن انا نزلت الكلام ده من سنة على صفحتي الشخصية، فيديو لروبوت سعودي، سيدة واخدة شكل إنسان بتتكلم زيها زي الإنسان. فالنهاردة احنا بيقولوا على 2030 هيبقوا عدد الروبوت ده أكتر من عدد البشر، هيعملوا إحلال للبشر. ما علينا من النقاش دوت لأن مش وقته. لكن أنا هتكلم في حاجة بسيطة جدا، وهي إن الشباب النهاردة بقوا مركزين. لفت نظري برضو فيديو وصلني إنه واحد بيقول لابنه يا ابني قوم ذاكر عشان كليتك، عشان لما تروح تتقدم لوحدك. قال له لما هروح اتقدم لوحدي هيسالوني معاك كام، مش معاك شهادات ايه. الامور وصلت ان انا ابقى بلوجر هيبقى غني فكل البنات هتوافق عليا. لا، الشهاده اهم. الدراسه تقوي في العمل. اعمال بدون ايمان تبقى باطل. يعني انا بعمل خير لكن انا مش مؤمن بالله يبقى باطل. فلازم الدراسة ويقويها العمل.
ده اللي انا طالع اتكلم فيه النهارده. الارتقاء بالذات مش ان انا ابقى حامل كارنيه من سين من الجرايد، من سين من المؤسسات، من سين من اي حته، يبقى انا فاهم. لا، 90% من الناس ما بتبقاش، يعني 90% من الناس اللي انا اعرفهم، انا كأسامة اعرفهم او زملاتي كتير يعرفوهم، لو جيت سألته انت عضو منظمة حقوق الانسان، تعرف كام توقيع مصر مضت عليه في اتفاقية مرأة او في اتفاقية حقوق طفل او في اتفاقية حقوق سجناء؟ ولا هتلاقيهم ابيض. تعالوا نطلع نشوف، تعالوا نشوف مع بعض الفيديو دوت اللي بيرسخ في الشباب ان البروكر اهم من الدراسه، وان انا اطلع اقول كبس 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 هاخد فلوس فكل البنات. المفروض مع حضرتك لما تيجي تتجوز هتقول لي انا سايبك، شغلتك ايه؟ لا دي بطلوا يسألوا عليها يا بابا. بجد؟ امال بيسألوا على ايه؟ فيلتك في زايد ولا عندك شقة في التجمع؟ حسابك بالمصري ولا بالدولار؟ الشبكة يا ترى بقى من لازوردي ولا منين؟ الناس ما بقتش تدور على القيمة يا بابا، تدور على أكبر حساب بنك. عشان كده مفيش بديل. أنا هفتح لايف وهختار يتقال عليا تافه بس أبقى مليونير، أحسن أبقى محترم ومش معايا فلوس وجعان. عن إذنك بقى يا بابا عشان كلها ثواني والله فهيشتغل. يب. كبسوا يا شباب كبسوا. ماشي خليهم يكبسوا، بس خلي بالك ما تخليهمش يكبسوا على كرامتك. ايوه هو ده اللي عايزينه، عايزين جيل فاسد فاشل منطوي بيبيع نفسه، جيل قيمته في اللي عنده مش في اللي جواه. بعد ما شفنا الفيديو اتمنى ان انا اشوف حاجه تانية خالص، اشوف تعليقاتكم على اللي بيحصل. مش كل حاجه صح ومش كل حاجه غلط. مش معنى ان حد تفه من حياته زي ما ابوه قال له في الفيديو هيدوسوا على كرامتك النهارده علشان البنت تجيب فلوس وتطلع تقول كبس، او الولد يجيب فلوس ويطلع يقول كبس. بيعملوا حاجات تسيء للإنسانية، تسيء لأخلاقنا. فيا جماعة الارتقاء حلو، بس الارتقاء بتعليم، الارتقاء بثقافة، الارتقاء بالقراءة، الارتقاء بالأصول، بالتربية. للأسف اللي أنا بشوفه النهارده في مصر مش ارتقاء بالذات، غير في مواقف معينة زي ما ذكرت لكم في أول حلقة. ضابط وذاكر، بقى دكتور في قانون ما، محامي ذاكر أزيد وخد دكتوراه في قانون معين، محاسب ذاكر وخد دكتوراه في حاجة معينة، مدرس ذاكر وخد دكتوراه فبقى بيحط مناهج. ده الارتقاء بالذات الحقيقي، لكن مش الارتقاء بالذات ان انا ابقى شايل كارنيه من جورنان او من حقوق انسان او من جمعيه، او واقول اصل انا حقوقي، اصل انا، وانا مش فاهم اي حاجه. اتمنى ان انا ما كنتش طولت عليكم، واتمنى ان تكون وصلت الرساله. اتمنى ان انا اشوف تعليقاتكم على اللي بيحصل في شبابنا اللي مش همهم في الدنيا اكتر من حاجه واحده، انه يكون بلوجر عشان يعرف يجيب فلوس. زي ما الشاب قالها لابوه في الفيديو اللي احنا شفناه، هي مش هتسالني انت معاك، مش هتسالني انت معاك شهادات ايه، لكن هتسالني انت عندك فيلا فين. وده اللي عمله
اللي عملته الاسر. لانه لما بيجي حد يتقدم لواحده، انت معاك كام؟ هتجيب دهب بكام؟ هتعمل مش عارف ايه بكام؟ مفيش حاجه اسمها بكام. مش كل حاجه بكام. في حاجه اسمها اصول، في حاجه اسمها قواعد، في حاجه اسمها تربيه. السلام عليكم.